شجرة القرية هذه جيناكم الله يحييك سامي الله يحييك هاي علي القهوة يا حبيبي القهوة يا ولد ما هي تسع القهوة يا تعال مال قال لعلي يرويه في علم الطال القهوة يا حبيبي انت بلد القهوة يا حبيبي وينك لو سمحت كان ضيق بس شغال شوي فيها سيدي في هذا اليوم المبارك نحييكم بأجمل تحية في بلدة الفرح بمجلس الشيخ محمد مسعد العليني سيدي كلمات الترحيب بشخصية سموكم الكريم وصحبكم الكرام في هذه الأيام المباركة لا تعبر عنها مشاعر القلب ونطق اللسان مهما يعبران ويمليان على الأنامل الممسكة بالقلم ليكتب فإنه لا يستطيع من كثرة وغزرة المشاعر ومن كثرة عبارات الترحيب. والآن خير ما نفتتح به آيات من القرآن الحكيم يلقيها عبد الله الشهيد العنيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال وجود الأمير ترى السلام هي كل واحدة سلام قولا من رب رحيم. والآن بهذه المناسبة كلمة للشيخ حمد مسعد العنيني وأعيان قبيلة العنينات وأهالي بلدة الفرع يلقيها الشيخ عبد الرحمن مسعد العنيني فليتفضل. يلا تفضلوا يا اخوان. صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهلا وسهلا بسموكم وصاحبكم الكرام. يسرنا باسم الشيخ حمد بن مسعد العنيني وأعيان قبيلة العنينات وأهالي بلدة الفرع أن نرحب بسموكم في هذا اليوم السعيد الذي يسجل في ذاكرة أهالي بلدة الفرع بمداد من ذهب، فهو من أجمل الأيام
التي تسبق ذكراها الطيبة خالدة في نفوسهم، مثمنين لسموكم هذه الزيارة الغالية التي تجسد عمق التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب المخلص لدينه ثم مليكه ووطنه، مقدرين لسموكم حرصكم على تلمس احتياجات مواطنيكم والنظر في مطالبهم، واهتمام سموكم بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها. ولا زال أهالي العيص يعيشون فرحة البشرى التي زفها سموكم لهم باعتماد العيص محافظة، رافعين أكف الضراعة للباري أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما يقدمونه لهذه البلاد الطاهرة من تقدم ونهضة ورقي، حتى أصبحت ولله الحمد في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، وأصبح شعبها ينعم بالخير الوفير والأمن والأمان. صاحب السمو أهالي العيص يثمنون الوقفات الصادقة والرعاية الحانية من قيادتنا الرشيدة على كل ما بذلوه لهذا الموطن من اهتمام ورعاية، ولا يمكن أن يتواسوا تلك الوقفة الأبوية من خادم الحرمين الشريفين أبان زلزال العيص. وسموكم يعلم أن العيص تعرض لوقت عصيب، لكن أهله يؤمنون إيمانا تاما إن أحفاد الرجل الذي استطاع بحنكته مع قلة الموارد أن يحوله هذه الصحاري إلى جنات، فهم بعون الله قادرون على إعادة العيص لأفضل من مكان في ظل متابعة سموكم حفظكم الله. سيدي، اليوم عانقت الفرع عنان السماء، تحية حملتها القلوب قبل الأنسل، وتردد صداها في جبال الفرع الشاهقة ونخيلها الباسقة، هذه البلدة الظالمة في أعماق التاريخ التي تشهد إلى حقبة ما قبل الميلاد، إذ أن قلعة الفرع تقع على طريق القوافل القديم المسمى طريق مارب البتراء، ويرجعها المؤرخون إلى عام 25 قبل الميلاد. وأهالي قرية الفرع خصوصا والعيص عموما يأملون بما عهدوه من سموكم وصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة أن يتم ترميم هذه القلعة، وأن تهيأ لتكون متحفا أثريا يضم كل آثار العيص المنقولة التي وجدت بالقرب منها، والتي تعد من أقدم الآثار بالمملكة، لما لذلك من مردود إيجابي للتعريف بآثار هذه البلاد، وجعل المكان مقصدا للسياحة ورافدا هاما من روافد الخير بهذه البلاد الطاهرة. صاحب السمو، توفر للفرع الكثير من الخدمات في ظل متابعة سموكم، وللأهالي مطالب منها مركز صحي طال انتظاره، نقطة أمنية لا يخفى على سموكم أهمية وجودها، مركز للدفاع المدني في ظل الوفرة الزراعية، إيصال المياه المحلاة، الحفاظ على الثروة بمنع حفر الآبار الارتوازية. حفظ الله سموكم ورعاكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سيدي صاحب السمو الملكي، عودتمونا احترام الكبير وتوقير الصغير فشكرا لكم. والآن مشاركة مع عبد الله بن سعد العنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله طويل العمر. حي الله ابن سعود فتيان لسعود عند العنيني من مشايخ جينا، أنت ولد ماجد وسلايل العود اللي لران يفك الرهينة، اللي على فعل براهين وشهود يوم سل سيفه واتقلى في يمينه، وانت على اسم راعي الفعل والجود، زادك شرف انك امير المدينة. العيس تشكركم على كل مجهود، في جهودكم يا امير اصبح مدينة. اليوم زهيرة وتتبع لك وفود، تعلم محافظته ويسجلونه. يالله يا محي غاصن، يالله يا محي غصن يا ابس العود، تحفظ ملكنا وتملأ في سنينه، ونايف ولي العهد لبلاده يعود، سالم وغانم والمواقف ثمينه، اخوان نوره تحتمي كل مضهود، عدوهم منال غير المهونه، دايم هو في زود ويرقى على زود، والشعب واحد والعلاقه متينه، وانا وربعي للوطن درع وجنود، قلتها وانا عينيني وربعي جهينه. سلام عليكم. تعال يا حبيب قلبك.
والآن بهذه المناسبة هدية تذكارية من الشيخ حمد مسعود العنيني يقدمها لسموه. الله يرحمه والديك. اصبر كمان. خلنا نصور خلنا نصور خلنا نصورها ما يرى فك الطريق مشينا خلاص. احمد الله جت على من تمنى من ولي العرش خبر اللي طمع في وطننا خبر اللي طامع فيه دونها نثني لجات الضلايل نثني لجات الضلايل خبر اللي طامع فيه وطننا دونها نثني لجات واجد اللي قبلكم قد تمنى الله يحييك. يا هبيل الله ولا نتولى يا هبيل الله وين تحسب ان الحرب نهب القرايب سلم يا حمد سلم شوي